الكتف المتيبس أو الكتف المتجمد أو حتى الفروزن شولدر، كل الأسماء دي لمشكلة واحدة، وهي حالة مرضية بتسبب التهاب في أربطة وأغشية مفصل الكتف، وبالتالي بتعيق المريض هنا بالنسبة لنا من الحركة. حركة المفصل بتبدأ بالنسبة لنا تقل، وبيكون معاها ألم شديد جدا، والأسباب فيها بتكون كتير، منها إصابات الكتف المباشرة والسكر اللي بيعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض، ومن الأسباب الرئيسية لالتهاب الأربطة الخاصة في مفصل الكتف اللي بتؤدي بالنسبة لنا للإصابة بالفروزن شولدر أو الكتف المتيبس. واحنا بنتكلم عن اعراض الفروزن شولدر او اعراض تيبس الكتف، فالاعراض بتختلف طبقا لمرحله المرض، والمرض ده بيبقى ليه 3 مراحل. المرحله الاولى بيبدا الالم فيها يزيد، وده بيحصل اول ما الاصابه بتحدث للمريض. بيبدا الالم بالنسبه لنا يزيد، ويبدا النطاق الحركي لمفصل الكتف يقل. تلاقي دايما المرضى يقول والله انا كنت من شهر ببدا احرك كتفي لفوق، دلوقتي انا ما بقتش اعرف اخلي كتفي يعدي الحته دي، او ما بقتش اعرف اسرح شعري، وده بيبقى كلام من المرضى نفسها. لو بعد كده مع الوقت، كل ما الوقت بيعدي وما بيكونش فيه متابعة طبية مع المريض، المرحلة التانية بالنسبة لنا ممكن جدا الألم فيها يتحسن شوية، ولكن بالرغم من ان الألم بيقل جدا، تيبس العضلات بيكون زايد بشكل كبير، والحركة هنا بتكون بصعوبة شديدة جدا. وتالت مرحلة معانا اللي ممكن يحصل فيها تحسن بسيط بالنسبة لنا في الحركة، ولكن الألم برضو ممكن يكون موجود، وخاصة المرضى بيلاحظوا بشكل دوري ان الألم ممكن جدا يستمر معاهم بالليل، وممكن جدا يمنعهم من النوم. والمراحل دي والأعراض دي كلها ممكن تزيد الضعف او اكتر لو ما كانش فيه متابعه مع الدكتور، لو ما حسناش او مثلا لما كان عندنا وجع في مفصل الكتف ما رحناش مثلا كشفنا عند دكتور العظام، او ما تحولناش للعلاج الطبيعي والتاهيل اللي بيعتبر من خطوط العلاج الاولى بالنسبه لنا في علاج الكتف المتجمد او الكتف المتيبس. العلاج الطبيعي والتاهيل وجلسات العلاج الطبيعي والتاهيل في غايه الاهميه عشان ابدا اعالج تيبس المفاصل، ارجع النطاق الحركي تاني للمفصل المصاب، وكمان اقوي العضلات وارجع حالة مفصل الكتف للحالة الطبيعية اللي كان موجود فيها قبل الإصابة. مهم جدا وضروري جدا لو حضرتك لقيت نفسك المدى الحركي عندك في الكتف بيقل، لازم نكشف في الأول عند دكتور العظام، وبنسبة تتخطى 90% هتتحول بعديها لدكتور العلاج الطبيعي والتأهيل، لأن العلاج الطبيعي والتأهيل بيخش بكل مشاكل الكتف بصفة عامة والكتف المتيبس بصفة خاصة. ودي كانت نبذة مختصرة عن الكتف المتيبس. احنا اتكلمنا قبل كده عن تمارين تقدر تحميك منه، ممكن ننزلها بعد كده تاني، واتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديوهات على اليوتيوب. فلو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني بلايك، منشن، شير. لو بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزلوا اكتبوا لنا في التعليقات والكومنتات ايه المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها. اتمنى الحلقة تعجبكم، ولو مهتم دايما بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فحكيم اعصاب دايما مكانك. كان معاك دكتور مصطفى سليم، يومكم كله صحة وعافية.